ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل بقى مع بعض النهارده صينيه بطاطس باللحمه، يعني هتعجبكم قوي قوي. هبدأ بقى معاكم. انا معايا كده كيلو لحمه. اللحمه طبعا مش بتتغسل، انا بغسلها بميه بس، مش بتتغسل طبعا ولا بخل ولا بدقيق ولا كده. انا غسلها بميه بس ومتشهده عليها. ومعايا بصلايه ومعايا جزرايه وطماطمايه مقطعاهم كده نصاص. معايا بقى فلفل اسمر حب، ومعايا ورق لورا، ومعايا قرفة خشب. وحاطة حلة على النار كده فيها مية بتغلي. مية بتغلي اهي. هنزل بقى بالخضار بتاعنا، الطماطم والجزر والبصل والبهارات، فلفل اسود، ورق لورا، قرفة خشب. طبعا يعني مش مكانش متاح عندي الحبهان، بس لو متاح عندك ايه حطي الحبهان. وانزل بقى باللحمة كده. وان شاء الله اللحمة بتاعتي ما طلعتش اي ريم خالص خالص، كانت جميلة وزي الفل، وهوريها لكم. انا بقى هنزل اللحمة كده واغطي عليها، وارجع لكم تاني ان شاء الله كده بعدها بشوية، اوريكم انها ايه بعدها ب10 دقايق كده هرجع لكم. بصوا بقى يا حبايبي، شايفين اللحمة؟ بعدها كده انا رجعت لكم بعدها بتلت ساعة بالظبط. ما فيش اي ريم نهائي خالص نزل من اللحمة خالص. اللحمة معايا جميلة اهي، وشايفين لون الشوربة. وطبعا كلنا يعني عارفين طريقة سلق اللحمة يعني. انا بقى كده معايا بطاطس مقطعاها كده شرايح كده، ومعايا ايه، معايا طماطم فرماها مش مصفياها ولا حاطه لها ميه. معايا بصلايه كبيره مقطعاها كده جوانح. معايا ملح، ومعايا كمون، معايا بهارات لحمه وفلفل اسود وفصين كده توم، ومعايا فلفل ايه، ممكن نستغنى عن الفلفل بس هو بيدي ريحه حلوه كده. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها، هحط البصله، هنزل عليها بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود وملح وكمون وبهارات لحمه. وهبتدي بقى ادعك ايدي طبعا مغسوله ونضيفه. هبتدي ادعك كويس قوي البصله مع التوابل دي. الخطوه دي مهمه قوي. ونصلي كده، نصلي على الرسول كده عليه الصلاه والسلام، ونستغفر يا حبايبي، ونلاقي معانا الدنيا ماشيه كده جميله، ونخلص اكلنا بسرعه. هدعك بقى البصله كويس قوي قوي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا دلوقتي دعكت البصله، هحطها كده على البوتاجاز، ومعاه معلقه سمنه، ممكن تحط زيت او زبده المتاح برضو عندك. والمادة المفضلة اللي انت بتحبي تطبخي بيها، المادة الدهنية، اللي يريحك اطبخي بيه. انا كده حطيت الصينية بتاعتي كده على النار، حطيت فيها معلقة سمنة ومعلية بقى عشان تسخن على طول. هبتدي اقلب كده. انا طبعا انا مش عايزة البصلة بتاعتي، انا عايزة البصلة بتاعتي بس يعني مش تدبل، يعني حاجة بسيطة قوي، يعني مش هحمرها ولا حاجة، انا بس هدبلها بالراحة، يعني ايه، حاجة بسيطة كده. اول ما اشم كده ريحة التوابل هديها تقلبتين كده، وبعدين بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. ان شاء الله ان شاء الله هتاكلي احلى صينية بطاطس باللحمة.
انا مش بحمر البصلة، انا بس الصينية بتاعتي كانت لسه بتسخن بس كده، وابتدت تسخن اهي. هقلبها تقلبتين كده، عايزة اشم ريحة التوابل مع البصلة. هنزل بقى كده بفصين الثوم، هيدونا ريحة جميلة قوي قوي. انا نزلت بهم خالص اهو. هقلب اول ما اشم ريحة الثوم. انا برضو مش عايزاه يتحمر ولا حاجة، انا عايزة بس اشم ريحته. هشم ريحته وهنزل معانا بالفلفل. الفلفل ده حراق، انا هحطاه كده يديني طعم حلو، احنا بنحب الحاجة الحراقة. بس شايلة البذر بتاعه، عشان ما يبقاش حراق قوي، عشان برضو الاولاد يعني يعرفوا ياكلوا كده. ابتدي اقلب. طبعا ما فيش اي حاجة معايا متحمرة خالص، انا بس بدبلهم بس كده، بقلبهم مع بعض يتشوحوا مع بعض كده مع البهارات بتاعتي. نزلت بقى معانا بالبطاطس، برضو هقلب البطاطس كده كويس، واغلفها كده بالبهارات بقى بتاعتنا. اقلب البهارات كده مع البصلة مع الحاجات دي. بصوا يعني كان طعمها يعني حلو قوي قوي قوي، جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. ما خدتش وقت مني خالص والله. بقلب البطاطس مع البصل كويس كده، عايزاهم يعني يتقلبوا كلهم مع بعض، والبطاطس تبقى خدت من كل التوابل. وبعدين هبدأ بقى انزل الطماطم معايا، نزلها كويس كلها. لو الطماطم بقى بتاعتنا هنا ما كانتش حمرا، ممكن نحط معلقة صلصة، بس انا الطماطم بتاعتي كانت جميلة وحمرا. شايفين لونها عامل ازاي اصلا. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده. انا بقى هنزل بكرنبين من الشوربة بتاعت اللحمة. الشوربة دي بتطعم قوي لصينية البطاطس. وبحط كمان الجزر، حطيت الجزر اللي انا كنت حطاه مع اللحمة وهي بتتسلق. بنزل كده بيه مع الشوربة برضو، حطيتهم كلهم. بعدين بقى يا حبايب قلبي ببتدي احط اللحمة. انا الصلصة بتاعتي ديت يعني لسه بادئة تغلي. انا ما قلبتها كده وطلعت اللحمة من الشوربة، كانت هي لسه بادئة تغلي، ما كانتش غلت قوي، كانت بادئة كده من جنب بس كده تغلي. هحط اللحمة وهقلب اللحمة فيها كده عشان تاخد لون من الصلصة. بعدين يا حبايب قلبي انا قلبت اللحمة اهوت وابتدت تغلي اهي. انا بقى هغطي عليها وارجع لكم ان شاء الله كده بعد ما تستوي، اوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايبي البطاطس معايا استوت خالص اهي وبقت جميله. انا بقى ممكن في الخطوه دي تاكلها كده، وممكن بقى زي ما انا هعمل كده هدخلها تحت الشوايه بتاعه الفرن
تاخد لون جميل، وهوريكم هتبقى عاملة ازاي، واللي يريحكم تعملوه. انا بقى يا حبايبي دخلتها خدت لون جميل وتشميع جميل اهوت في الفرن، وشكلها ما شاء الله ما شاء الله جميل، وطعمها وريحتها تحفة. وغرفتها بقى اهيت جميلة قوي قوي ما شاء الله. اتمنى تجربوها، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني، وتعرفي وصفاتي، وتبقوا تنضموا لعيلتي الجميلة ان شاء الله. مع الف سلامة، واشوفكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة، ومع الف سلامة.